السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا الجاتوه الفاخر بكيكة هشة جدا وخفيفة. ممكن تعمليه كمان للعيد الكبير إن شاء الله. سهل جدا وبسيط. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف اتعمل إزاي. أول حاجة كده في العجان أنا هنزل ب3 بيضات يكونوا ساقعين جدا، نص كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الخل، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة كبيرة كده مقاس يعني 40 جرام، وربع كوباية من المية. وبعد كده لو احتاجت أنا هديها حوالي معلقتين كبار من المية. أنا هضرب كده كل المكونات مع بعضيها. هنزل في الآخر بكوباية من الدقيق كده تكون مكبوسة، ورشة ملح صغيرة، وهنخل كده كل المواد مع بعضيها وهديها تقليبة كده قبل ما احطها في العجان. طبعا ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي. الكيكة دي تعتبر بالمحسن، فكل ما تضربي فيها كل ما هتكون هشة معاكي وخفيفة. هنضرب فيها طبعا لغاية ما لونها يفتح ويبقى هش بالمنظر ده وابيض. تمام. انا هجيب بقى صاج 30 في 40، وده قوام العجينة بالظبط كده، عاملة زي الكريم شانتيه المتماسك. طبعا هتكون نفشت معايا. طبعا الكيكة ديت انا عاملاها كذا مرة في القناة، ممكن حضراتكم بالتفصيل اكتر ترجعوا لها. وطبعا كنت عاملاها في قالب او صينية بتاعة الكيك. المرة دي طبعا انا هصبها في الصاج بالظبط مقاس 30 في 40، وهعملها كده بعود الخلة، واحاول اسويها كده بالشكل ده للنهاية كده علشان ما تبقاش فيه حتة طالعة وحتة نازلة بالشكل ده. هتخش طبعا الفرن لمدة تلت ساعة وتتابعيها، وممكن اقل من كده كمان. لو حسيت ان الوش بتاعها مش واخد لون انتي هتشغل عليها الشواية 180 في وسط الفرن، هتطلع معاكي طرية. بس طبعا يعني يفضل انك انتي تغطيها اول ما تطلع. هتهدى بس حاجات بسيطة وهقلبها معاكم بالشكل ده. هتستخدمي بقى الكريمة بتاعتها كوباية ونص من الكريم شانتيه. المفروض ياخدوا كوباية ونص من المية. المهم هتاخد الأول 3 معالق من السكر البودر ومعلقتين كبار من اللبن البودر بس لتعزيز الطعم بالشكل ده. هنخله طبعا لمنع لأي تكتلات. وفي الآخر المفروض هدي كوباية ونص من المية، ولكن أنا هدي كوبايتين، كوباية لبن مثلجة وكوباية من المية برضو المتلجة جدا، ونص معلقة صغيرة كده أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. واقلب كل المكونات دي مع بعضيها. طبعا انا عشان ضامنه الكريمه بتاعتي هي بودر بدون سكر خام، فحطيت الكوبايتين. لكن انتي طبعا لو مش ضامنه الكريمه ممكن تحطي كوبايتين او كوبايه ونص. طبعا انا عملت واحده تانية بني نفس المقادير بالظبط، ولكن زودت بس معلقه واحده بس من الكاكاو. هستخدم الجناش على جزء كده. طبعا انا هقسمها نص فانيليا ونص شوكولاته، واحط حوالي كده معلقتين كبار او 3 معالق، يعني على حسب ما انت ما تحبي بقى تركيز الشوكولاته. هحط 3 معالق من الجناش، وكنا عاملينه برده في القناه ان شاء الله. هحط لكم برده الرابط في صندوق الوصف. طريقه ما فيش ابسط منها ولا اسهل منها. انا هقلب بقى الصاج اللي انا كنت عاملاه اللي هو البني. طبعا انت ممكن تعملي الصاج بس ابيض او بني وتحطيه على بعضيه زي ما احنا بنعمل كل مره في الجاتوه، ولكن انا كنت عايزه البورشن او القطعه تكون كبيره. تمام. انا طبعا هعمل خط كده بالكريمه اللي هي مخلوطه بالجناش، وخط من الكريمه الساده خالص، وخط بالجناش نفسه. تمام. يعني خطوط كده جنب بعضيها بالشكل ده عشان في الاخر يطلع لي شكل كده حلو للجاتوه من فوق، من غير ما نقعد نزين كتير ونحط روزيتات وحاجات. لا، احنا هنعمله بالخطوط دي بالشكل ده، وفي الاخر هنمشي عليه بعود الخلة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وفي الاخر بتديكي كده لوحة فنية وشكل جميل جدا، ومن غير ما تزيني كتير. هو بس الخطوط ديت، وتقطعي الجاتوه على كده، ومفيش ابسط من كده. طبعا انت ممكن تعملي الجاتو دوت في العيد. العيد الكبير اهو جاي يعني كل سنة وانتم طيبين. ممكن تستخدميه طبعا في اي مناسبة، يعني عيد ميلاد اي مناسبة. انتي بتمرري السكينة في مية سخنة وتمسحيها، يا اما بتمرريها على النار وتقطعي الجوانب بتاعتها كده بالشكل ده. طبعا بعد ما دخلتها شدت شوية، يعني تقريبا بالظبط ساعة بالمنظر ده. هقطع بالشكل ده
طبعا التقطيع بقى اللي ترتاحوا لها، يعني انا قطعت بورشن كبير، فانت عايزه تقطعي القطعه الواحده نصين، ده بقى شيء يرجع لك انت. فانا قسمتها بالمنظر ده بالشكل ده كده للنهايه، وتقريبا قطعت لي 15 قطعة. انت زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي الكيك الابيض لوحديه، وممكن تستخدمي برضو الكيك البني لوحديه، هيطلع لك برضو قطع كبيرة. ده شكلها في النهاية. الكيكة هشة جدا وخفيفة وطرية جدا جدا، يعني من طراوتها كمان كانت بتقع مني بسهولة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، وانا سبت لكم في الاخر يعني الكواليس، شوفوه يعني. فلو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.